مرحبا بكم في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. فشل الصلح بين المغرب والجزائر بوساطة سعودية للمرة الثانية. أسعار المحروقات بالمغرب انخفاض جديد في الطريق. عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالصفحة للتوصل بجديد الأخبار المغربية صباحا وعشيا. الصلح بين المغرب والجزائر. فشل الوساطة السعودية للمرة الثانية. في زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الجزائر، تم التركيز على مسألة الوساطة بين الجزائر والمغرب، وتحديدا فيما يتعلق بالأزمة القائمة بين البلدين. قد جاءت هذه الزيارة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار وتعزيز العلاقات العربية، وتركزت المباحثات التي أجراها الوزير السعودي فيصل بن فرحان مع المسؤولين الجزائريين على تقديم التفاصيل المتعلقة بالمبادرة السعودية لعودة النظام السوري إلى جامعة العربية، وذلك بهدف تهدئة الوضع بين البلدين. وبحثت المباحثة أيضا الأزمة المستمرة بين المغرب والجزائر، وعرض الأمير فيصل للرئيس الجزائري عبد المجيد استعداد المملكة لرعاية مشاورات مباشرة بين البلدين. وقد أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بضمان سلامة وأمن الجزائر في هذه العملية. ومع ذلك لم يتلقى الوزير السعودي أي تجاوب يذكر من طرف المسؤولين الجزائريين بشأن هذا الاقتراح، مما يعزز التساؤلات حول فشل الوساطة السعودية في حل الأزمة بين البلدين. أسعار المحروقات بالمغرب انخفاض جديد في الطريق. تعد أسعار المحروقات من المواضيع الحساسة والمهمة التي تشغل بال الكثيرين من المواطنين في المغرب وفي دول العالم بشكل عام. وفي خبر حصري جديد يبدو أن الأوضاع ستكون في صالح المواطنين المغاربة، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في أسعار المحروقات بدءا من هذا التاريخ. ووفقا لمصدر مهني موثوق ستشهد أسعار الغازوال انخفاضا ملحوظا يصل إلى 30 سنتيما لكل لتر، وهذا يعد تخفيضا ملحوظا يمكن أن يخفف العبء على المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على الغازوال في حياتهم اليومية. أما بالنسبة لأسعار البنزين فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا بنسبة 15 سنتيما لكل لتر، وهذا الانخفاض سيكون له تأثير إيجابي على السائقين وأصحاب السيارات الذين يعتمدون على البنزين في تنقلاتهم اليومية. ويأتي هذا التراجع في ظل التفاؤل بشأن قلة المعروض بسبب تخفيضات الإنتاج التي قامت بها مجموعة أوبك بلس، بالإضافة إلى استئناف الولايات المتحدة لشراء النفط لاحتياطاتها. عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان ياسين الراضي. قضت المحكمة الإدارية صباح اليوم الاثنين 15 مايو الجاري بعزل رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ياسين الراضي ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي. ونص الحكم القطعي للمحكمة إلى ترتيب الآثار القانونية على قرار عزل رئيس مجلس جماعة سيدي سليمان ونائبه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وشغل ياسين الراضي إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية سيدي سليمان منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي.